كلامنا النهارده عن الشيوخ والاسلامجيه. استغفر الله. ايه يا جماعه، عادي، هم انبياء، دول بني ادمين زينا وبيغلطوا عادي. عادي لما الشيخ الفضيل عارفين مين هو طبعا، لما يقول لو طلبت من مراتك تدخل معاك اوضه النوم وما رضيتش تديلها علقه وتروح تطلبها في بيت الطاعه. طب بس عندي سؤال، لو هي عندها ظروف او بلغتكم الدوره اضربها؟ ولا في الحاله دي الضرب في الميت حرام؟ يعني عايز تقول لي ان كل قواضي الطلاق والرؤيه والاستضافه بسبب نص ساعه البغل ده مش قادر استكفى ببوسه؟ القناعه حلوه يا استاذنا الفاضل، القناعه حلوه. اهلا بيكم في برنامجكم مصر عامله ايه النهارده، وضيفنا فضيله الشيخ حسن المنوفي هيكلمنا عن اسئله تتراوح كل يوم. هي الاغاني حرام ولا حلال يا دكتور؟ هل فعلا حرام؟ طبعا الاغاني فيها فجور وفسق. اعطيك مثال، كلنا عارفين الاستاذ الفاضل عمرو دياب. عمرو دياب ده فنان جميل، الف اغنيته انا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك. يعني ايه عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك؟ وبكيفك دي اقدار الله يا اخوي. ليه كده يا استاذ عمرو؟ ده احنا بنحبك. اديك مثال تاني، كان بيقول علم قلبي الغرام. قلب مين علمته الغرام يا اخويا؟ ما علمتوش الايمان؟ ما علمتوش الخشوع من ربنا؟ استغفر الله العظيم. ليه كده يا استاذ عمرو؟ ده احنا بنحبك. وشوف بقى الافظع بقى ايه بقى، كان بيقول تقدر تتكلم عن راحك يا حبيبي خلاص. طول عمرنا عايشين بروح واحده، دلوقتي خلاص بقينا روحين. اهو ده الكفر بعينه. يعني ايه كنا روح واحده بين روحين؟ ليه يا اخويا؟ كنت مشتركين في عائله 010، شحنت الكارت وبعته لحبايبك. استغفر الله العظيم. ليه كده يا استاذ عمرو؟ ندخل على النساء وما ادراك بالمطربات النساء. وندخل بالاستاذه الفاضله اليسا فنانه جميله، فنانه عظيمه. مين فينا ما اتطلقش ما سمعش اليسا؟ مين فينا ما اتخطبش ما سمعش اليسا؟ كانت بتقول اهتاني في حياتي ناقصني غير اني في حضنك وانت لامسني. بعيد عن انها فاجره ومنحطه، بس في حاجه ناقصاكي فعلا، التربيه اللي اهلك لسه يربوها لك. استغفر الله العظيم بقى. خد الافظع بقى، عايشالك احلى سنين في العمر يا ضي العين. اهو ده الشرك بالله والعياذ بالله. لا ما تقولش كده، كده بنهزر بقى. استغفر الله العظيم. ايه ده؟ يعني ايه عايشاله عشان بتحبيه؟ طب لو بيكرهك هتعملي ايه؟ هتموتي نفسك؟ ولا كأن في ربنا وفي حساب الاخر؟ لا. وبتقول الدنيا تقلب بركتها؟ لا، ما هم الفسق والفجور اللي بتسمعوه ليل نهار دي. وهذه كانت نهايه فقرتنا. نورنا فضيله الشيخ حسن المنوفي، والمره الجايه هنجيب لكم الدمياطي. لكن اول ما الفضيل منهم يلمع واحده فرده شعرها ريحتها حلوه ما تعجبوش دي، ما تدخلش دماغه. لكن اللي تدخل دماغه اللي لابسه نقاب ريحته كمكمه وتراب وقرف، واول ما يلمح في بطاقتها اللي هي ابوها اسمه محمد تبدا العنصريه. يفضل مبحلق بيها كده ويعملها باوسخ معامله. ما هو اكتشف ان ابوها اسمه محمد ما طلعش جرجس، ويطلع موبايله ويصورها على سهوه وينزل صورتها في جروب متبرجات، ولكن ويحذر منها البنات محدش يقرب منها. ليه يا استاذ فضيل؟ بتقعد ولا بتعرج لا سمح الله؟ ما شفتوش بقى الاستاذه فضيله بتناكتها وكبريائها؟ الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معي الاخت فاطمه، عضو في جروب فتيات محصنات التعارف. اجل، انا ايضا عضو في الجروب، اسمي قيام الليل، وكنت طالب منك ان ننزل ديت مع بعض بالحلال وكما يقول الشرع. المكان بعد صلاة الجمعة بإذن الله. تلبسي ايه او ماذا سترددين؟ نقاب؟ اللهم صل على النبي، انها ملتزمة. بإذن الله يوم الجمعة الساعة 11 قبل صلاة الجمعة. سلام، في امان الله، في امان الله.